السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أخبار مصر مباشر اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020. نبدأ على بركة الله. مصدر يكشف حالة مصابي الشرطة في واقعة محاولة هروب المساجين من سجن طرع. قال مصدر أمني إنه تم نقل ضابط ومجند لمستشفى المعادي العسكري، كان ضمن قوة التأمين التي تصدت لمحاولة هروب فاشلة لأربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين داخل الحجز صباح اليوم أمس الأربعاء صباح الأربعاء، ما أسفر عن مصرعهم. وأضاف المصدر بأن المصابان يخضعان للرعاية المركزة لعدم الاستقرار حالتهم الصحية، استعداد لإجراء عمليات جراحية. كانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام، ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة. ونتابع. ترامب عن النقل السلمي للسلطة حال خسارته لن يكون نقل للسلطة بل استمرارية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء التعهد بأن يتم نقل السلطة بشكل سلمي خلال خسارته في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل أمام منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، حسبما نقلت شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية. وفي رده على سؤال صحفي خلال مؤتمره مساء أمس حول ما إذا كان سيلتزم بانتقال السلطة بشكل سلمي، قال ترامب: سيتعين علينا أن ننتظر ماذا يحدث. أنتم تعلمون أنني كنت أشكو بشدة من الاقتراع عبر البريد، مضيفا أنها كارثة. وواصل ترامب رده رغم مقاطعة صحفي له قائلا: الناس يمارسون أعمال شغب. ليرد ترامب: تخلصوا من بطاقات الاقتراع وعندها سيكون هناك نقل سلمي جدا. في الحقيقة لن يكون هنالك نقل للسلطة بل استمرارية. ونتابع. حدث ليلا 121 إصابة جديدة بكورونا وتحقيق في محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام. شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي. الصحة تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة. وتوفير اللقاح قريبا. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الأربعاء عن خروج 700 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 91,843 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة. وقال مجاهد إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة بعد مؤشر التعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 102,375 حالة، من ضمنهم 91,843 حالة تم شفائهم و5,822 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص
عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 و 15 33 5، ورقم الواتساب 015 0155 3105105. ونتابع مرتضى منصور: الزمالك ليس نادي إسرائيلي ليتآمر ضدنا اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية. اعتبر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية ينظمان مؤامرة ضد القلعة البيضاء في الوقت الحالي. وفي تصريحات لقناة الزمالك قال مرتضى منصور: عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ينظمان مؤامرة ضدنا. وأضاف رئيس الزمالك فريق مصري وطني وليس فريق إسرائيلي حتى تحاك ضدنا كل هذه المؤامرات على مدار الموسم. وتابع مرتضى منصور: تم خصم نقاط من الزمالك في الدوري وإيقاف شيكابالا والعديد من الأزمات بسبب عمرو الجنايني. وواصل رئيس النادي الأبيض: بهذه الطريقة سنكمل الدوري في مستشفى القصر العيني بسبب هؤلاء الذين جاءوا لينشروا الهرج في الكرة المصرية. وأنهى رئيس الزمالك: كل يوم يتم عمل فيلم ضدي، تارة يقولون إنني شتمت الخطيب وتارة شتمت رئيس الوزراء، لكنني لن أسكت، لا أخاف سوى من خالقي فقط. ونتابع شبورة ورياح مثيرة للأتربة، الأرصاد تكشف تفاصيل الخميس. قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة وشبورة مائية صباحا. وأضاف الخبراء في بيان أن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. ويشهد شمال الصعيد طقسا مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا وتكون مثيرة للرمال والأتربة. ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وعن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 32 و 23 درجة، والإسكندرية 29 و 24 درجة، ومطروح 29 و 24 درجة، وسوهاج 36 و 25 درجة، وقنا 37 و 26 درجة، وأسوان 40 و 29 درجة. ونتابع أحمد فلوكس يعود لزوجته الأولى بعد انفصال سنوات. فاجأ الفنان أحمد فلوكس الجميع مساء الأربعاء بعودته لزوجته الأولى رابية وأم ابنه الوحيد سيف الدين بعد انفصال عدة سنوات. ونشر فلوكس عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام صورة له مع زوجته رابية، واكتفى بذلك دون التعليق على الصورة. وانفصل أحمد فلوكس عن زوجته منذ سنوات دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما رغم إقامة الزوجة خارج مصر، وكان على اتصال بشكل دائم. ومن جانب آخر أعلن أحمد فلوكس اتجاهه مؤخرا لعالم الغناء، وطرح أمس البرومو التشويقي الأول للأغنية الجديدة خليك صح عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وهي من كلمات الدكتور وائل العبيدي وألحان إيهاب سمير وتوزيع أمير سمير. ويواصل أحمد فلوكس حاليا تصوير مسلسله الجديد سفينة نوح، ويشاركه البطولة الفنان الأردني منذر ريحانو، وذلك استعداد لعرضه في رمضان 2021. والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج حسام الجوهري، ومن إنتاج شركة الإنتاج التي أسسها مؤخرا. ونتابع ابنها متهم بالتزوير، منى عبد الغني ترد بقوة على وريث هيثم أحمد زكي.
ردت الفنانة منى عبد الغني على بلال عبد الغني محامي رامي بركات وريث الراحل هيثم أحمد زكي الذي اتهم نجلها بتزوير إمضاء الراحل هيثم لبيع سيارة كان قد اشتراها منه. وقالت منى عبد الغني في لقاء ببرنامج اي تي بالعربي: لجأت لتوكيل محامي للدفاع عني وعن نجلي في واقعة التشهير بهما، وتم تقديم البلاغات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يسعى إلى ابتزازهما أو التشهير بهما. وأضافت منى عبد الغني: كل الأخبار المتداولة حول تزوير إمضاء أوراق بيع وشراء السيارة غير صحيحة، وأن صحة الأوراق ستثبتها الجهات القضائية، لأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مكانا للفصل في هذه الأمور، مشيرة إلى أن هذه الأوراق لو كانت مزورة لم يكن المرور ليعتد بها، كذلك فإن استخراج توكيلا من الشهر العقاري ليس بهذه السهولة، فهو أمر غاية في الصرامة ويحتاج إلى تأكيد من شخصية الموكل والموكل إليه. وأوضحت منى عبد الغني: إن شاء الله الأيام اللي جاية هتكون شاهدة على صدق كلامي وسلامة موقف ابني كريم، وقد اتصلت فور علمي بوفاة هيثم أحمد زكي بالدكتور الفنان أشرف زكي الذي أطلعته على كافة الأمانات والمتعلقات التي تخص هيثم لدى أسرتها لعدم تبين الوريث الشرعي للراحل وقتها. ونتابع: بعد البراءة أحمد عز يطالب شقيقة زينة بدفع 2 مليون جنيه. كشف أشرف عبد العزيز محامي الفنان أحمد عز عن تطورات جديدة في قضية التعدي بالضرب على موكله من جانب شقيقة الفنانة زينة. وقال محامي الفنان أحمد عز في لقاء ببرنامج اي تي بالعربي: ليس هناك نية للتصالح بين الطرفين، وأصبحت القضية واضحة للرأي العام، وهو شقيقة زينة هي من تعدت على أحمد عز وليس العكس كما ادعت. وأضاف محامي الفنان أحمد عز: قررنا رفع دعوى قضائية ضد شقيق وشقيقة زينة للحصول على تعويض مادي يبلغ قيمته 2 مليون جنيه في قضية التعدي بالضرب، وهو نوع من التشهير. وكان محامي الفنان أحمد عز قال في لقاء سابق ببرنامج اي تي بالعربي عن قضية شقيقة الفنانة زينة أنه تحدد جلسة 31 مارس للنطق بالحكم في القضية، مؤكدا أنه يمتلك أدلة تثبت براءة أحمد عز من تهمة الاعتداء على شقيقة زينة، حيث كان الفنان يجلس في أحد المطاعم لإجراء حوار صحفي، وفوجئ بالأخيرة تعتدي عليه بالسب والضرب، فقرر عز الانسحاب وتقديم بلاغ ضدها. وأضاف أشرف عبد العزيز أنه تم الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأن لديه دليلا فنيا يقينيا بالتعدي على أحمد عز، وهو تسجيل صوتي من الحوار الصحفي الذي أجراه الأخير خلال تلك الواقعة، مؤكدا أن كاميرات المراقبة أظهرت اعتداء شقيقة الفنانة على موكله. كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العالمين. وخلال التحقيقات النيابة اتهم عز شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين رضا بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق. واتهم عز شقيقة الفنانة زينة بالبلاغ الكاذب ضده لتحريرها محضر اتهمته فيه بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد صحة هذا الاعتداء من الشهود والعاملين في الفندق. واستمعت النيابة إلى أقوال 3 أشخاص من شهود الواقعة، كما تحفظت على تسجيلات كاميرات المراقبة وتسجيل صوتي تسلمته من عز.
وأشار أحد شهود عيان إلى أن الواقعة بدأت عندما شاهد أحمد عز أحد نجليه في بهو الفندق، فحاول الحديث معه قبل أن تلاحظ شقيقة الفنانة زينة ذلك وتقوم بصفعه أمام الجميع. وبكده نكون قدمنا لكم نشرة أخبار مصر مباشر اليوم الخميس 24/9/2020. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.